حيل وافكار متنوعه وعجيبه غتسهل عليك حياتك اليوميه وتوفر لك الكثير. خليك معايا للاخر باش تكتشفي هاد الحيل وهاد الافكار ما تمشي فين. افكار متنوعه، خليك معايا حتى الاخر الفيديو. يلا نبداو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حصه جديده، فيديو جديد وافكار جديده باذن الله. كنتمنى تستافدوا منها. الى عجبتكم هاد الحصه ما تنسونيش باللايك والبارطاج، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. غادي نبداو بسم الله على بركه الله باول حيله واول فكره على القطاني، والجواب على واحد الاخت اللي جاوبتني قالت لي ما خليت ما درت وكيخسروا لي القطاني. بالنسبه للافكار متعدده باش انكم تحميوهم من الحشرات. انا ديجا تقسمت معكم يعني ورق الغار، تقسمت معكم الملح الحيه، ولكن هذا الملح الحجري قلت لكم الناس اللي عندهم رطوبه ما يديروش، وهو الحبوب بزار. ولكن اليوم تشوفوا معايا واحد الفكره جديده وعجيبه ممكن تشاهدوها لاول مره، وهي انكم غديروا ورق الالومنيوم فوق هكا اولا في، يعني من الافضل ديروه من الفوق هكا ديال القطاني. ممكن ديروه في الوسط، ممكن ديروه في القاع، يعني كتديروه في هاد القطاني كاملين. ولكن الفكره المهمه اللي غنعطيكم اولا كتنقيوهم، يعني ضروري القطاني تنقيوهم مزيان وتغربلوهم عاد باش كنحتفظوا بهم باش ما كيديروش لنا الحشرات نهائيا. الا جات فيهم غير حشره وحده راه يعني كتكاثر. كنتمنى فعلا هاد الحيله وهاد الفكره تفيدكم وتفيد الاخت اللي سولت عليها. وغندوزو لباقي الافكار، خليكم معايا للاخر. افكار متنوعه بالنسبه للحيله المواليه على الدقيق، اللي بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه او للناس اللي باقيين تيغربلوا بهذه الطريقه هذيك باش تشوفوا معايا ضروري ما كنضيعوه، بالاخص الا كان الاناء اللي اسفل كيكون صغير على هاد الغربال هذا. يعني كنوسخوا المكان وكنجلخوا. نعطيكم حيله باش تفادوا هذا المشكل هذا. حيله اللي غتلعب جوج ادوار. اولا ما غاديش يطرى عليكم داك الفرص الناس اللي عندهم حساسيه، وكذلك انكم بسرعه كتغربلوا بلا ما تجلخوا المكان. لاحظوا معايا كتجيبوا كاس زلافه اي حاجه نتوما تتفضلوا وكتغربلوا بهذه الطريقه الخطيره والسريعه. كتبدا فعلا تفيدكم. بالاخص تجيبوا كاس عريض ولا زلافه عريضه باش بسرعه تغربلوا كميه اللي هي كثيره. ونساو عليا هاد الفكره القديمه اللي كتجلخ لينا وكتضيع لينا. دابا راه لا للضياع، ضروري من الاقتصاد، وضروري حتى حاجه ما تضيع، بالاخص في هذا الوقت هذا اللي كلشي تزاد وكلشي غلا. لاحظوا معايا يعني فكره رائعه، كنتمنى تفيدكم وتجربوها. وغندوزو لباقي الافكار. بالنسبه للفكره المواليه، الا قدر الله ضاعت ليك هاد الصفايه هادي شي مره، يعني كتحطي شي حاجه سخونه كتلصق لك فيها كتحرق، يعني بزاف كتلوحيها في لابوبيل بلا ما تشوفي. يعني احسن وافضل طريقه باش تنقدي راسك على ما تشريها وهو هاد الجيكس رطب. هاد الجيكس رطب لاله كتاخدي واحد عاد شويه اللي قليل هكا، واحد تقطعيه وكتديري في هذا المكان هذا، كتخوي الماء كتغسلي. يعني واخا ديروا ديك الحيله دائما اللي قلت لكم، ديروا صفايه حطوها ودائما تبقاو تغسلوا فيها ولبسوا ليها ديك الساشيه باش دائما حتى حاجه ما تدوز لكم. لاحظوا انا درت هنا الوسخ هنا متعمده باش تشوفوا معايا حتى حاجه ما كتدوز، كيدوز الماء وكيبقى الوسخ. كنتمنى فعلا تفيدكم. وغندوزوا لباقي الافكار، خليكم معايا للاخر، باقي فيديو مليء بالحيل اللي تنتمنى باذن الله تفيدكم. بالنسبه لهاد الحيل هادو على البرارد، الا وصلوا لكم لهاد الدرجه هادي بلي ما تحكوا ما تعذبوا ما حتى شي حاجه ما عليكم الا بخماره وحده، غادي تفيدكم في جوج برارد. بالنسبه تقولوا لي اشنو غنديروا لهاد الخماره هذه، غتقسموها على جوج، غديروا النصف هنايا والنصف الاخر في البراد الاخر، وغادي تملؤوهم بالماء وتديوهم فوق النار ما بين 5 حتى 10 دقائق. صافي ما تحكوا ما تمحنوا ما ديروا جيكس ما ديروا ما تخدشوا برادكم ما ديروا حتى حاجه. ديجا تقسمت معكم هذه غير المتتبعين ديالي الجدد اللي مرحبا بهم ومرحبا حتى بالقدام. مرحبا بكم والف مرحبا. لاحظوا معايا يعني كنضيفوا الماء ما كنوصلوش يعني يعني ما كنوصلوش بزاف، ما كنملؤوش، كنخلي واحد شويه فين انه يطبخ. وبالنسبه للانبوب مره كتخوي منه في شي كاس وكترجعوه باش حتى الانبوب يستافد من هاد الخلطه هادي. غنديهم دابا فوق النار بعد ما غدوز هاد المده ونتلاقى معكم. دابا بعد ما جبت البراد ديالي فوق النار، لاحظوا معايا بسرعه كتقيسوهم غير بيديكم كيولي الوسخ يطير. غنوريكم دابا كيفاش كيخرج هاد الشيء. لاحظوا معايا يعني بحال عمرنا اتاي. وبهذه الطريقه كذلك فاش ديروا في الكاس يعني كتحاولوا ان الانبوب حتى هو تيتنظف. لاحظوا معايا يعني كلشي كيطير، ما كتحتاجوا لا حك لا عناء لا تعب. وكنأكد ان يكونوا البراد ديال اينوكس، يعني اينوكس من الداخل ماشي معدن، يعني باش هاد النتيجه تنجح معهم. انا كنديرها لسنين وتنتمنى فعلا تفيد المبتدئات والجدد معنا في القناه. دابا غادي ندوزو باش تشوفوا معايا بعد ما غادي نغسلهم. يعني لاحظوا معايا راه كيما قلت لكم غير بونجا رطبه ولا شتبه رطبه، يعني ما كتحتاجوش نهائيا حتى شي مجهود، غير مع البراد دابا سخون غنشلو تشوفوا معايا النتيجه المبهره.
ودابا بعد ما شللت البراد كما كتشوفوا معايا، هذه هي النتيجه شارحه راسها براسها ما شاء الله، يعني بحال يلا خديتوا هاد البراد هادو بحال جداد، بحال عمركم ما طيبتوا فيهم اتاي. هاد الفكره هذه رائعه، بلا ما ديروا لا مسحوق بلا ما ديروا جافيل بلا ما ديروا حتى شي حاجه، كتحصلوا على هاد النتيجه الاكثر من رائعه غير بخماره وحده حمراء لجوج براد. كنتمنى الا كانوا صغار بطبيعه الحال، كان كبير غير وحده. وكنتمنى فعلا هاد الفكره انها تفيدكم. غندوزو لباقي الافكار. بالنسبه للفكره المواليه ديالنا، وهي هاد الحرق هذا ولا هاد الدهون هذه اللي كتعرضوا ليها الاواني ديالنا، سواء برارد او لا برقان او لا كسرونات، اي حاجه كانت عندكم بهذا الشكل هذا. نعطيكم الحل غير بمكون واحد اللي هو الالومنيوم، يعني بلا مسحوق بلا ما بلا حتى شي حاجه. يعني كتجيبوا كتقطعوا واحد الكميه هكا وكتحاولوا تكوروها بهذا الشكل هذا وكتحكوا على الناشف، يعني بسرعه كيتحيد معكم. يعني ما كتلقاو مع حتى شي عناء، غير ما يقيسوش الماء نهائيا، وراه كتحصلوا على نتيجه مبهره. وراه مازال ان شاء الله تقاس معكم استعمالات جديده لورق الالومنيوم، وديجا تقاس معكم بزاف ديال الاستعمالات اخرى راهم في القناه. مرحبا بكم. وحيا افكار كذلك اخرى اللي غتفيدكم باذن الله. اللي يدخل مرحبا به، القناه راه متنوعه. لاحظوا معايا دابا بعد ما حكيتو صافي غادي نشلو تشوفوا النتيجه المبهره. وكذلك غادي ندير نفس الطريقه لهذا البراد اللي بقى ليا، وغادي نحصل على نفس النتيجه. تنتمنى فعلا ترضيكم هذه النتيجه هذه. صافي دابا بعد ما ساليت، يعني بلا ما نطول الفيديو، راه نفس الطريقه باش حكيتو. غادي ندوزو باش نتعرفوا الباقي الافكار باذن الله. لاحظوا معايا، غندوزو للفكره المواليه، وهي على ماشي على هذه الاله وانما على الربيع. بالنسبه للربيع فاش كنبغيو نطحنوا في هذه الاله العجيبه، المشكل اللي كنطيحوا فيه هو فاش اننا كنطحنوا الربيع مع جذورو، يعني كنضطروا كنقلبوا كنلقاو جذوره باقي ما طحنوش، كنزيدوا وكيطحن لينا بزاف. الفكره اللي بغيت نعطيكم اليوم انكم غتقسموا الربيع، الجذوره بوحد طحنوهم بوحدهم والأوراق طحنوهم بوحدهم، كتحصلوا على النتيجه اللي نتوما باغيين والطريقه اللي نتوما باغيين. دابا كما كتشوفوا معايا انا درت هاد الاوراق هادو بوحدهم. دابا غندير لهم طحنه وحده وغادي نحصل عليه بحال قطعته يعني بالموس، كيجيني مقاد، ما كيجينيش مطحون بزاف كما كتعرفوا. يعني هاد الاله العجيبه كطحن ما شاء الله، يعني داك الشيء راه كطحنوا بزاف. هكا لاحظوا معايا غير طحنه وحده صافي. دابا غادي نحيدو باش ندير كذلك هاد الجذور يطحنوا. بالنسبه لهاد الطريقه هذه غادي تعجبكم بزاف. علاش انا هنا درت كميه قليله؟ نتوما هكا فاش بغيتو تطحنوا ضروري تكون الكميه اللي هي معقوله باش ما تضيعوش الوقت على واحد شويه. لاحظوا معايا يعني غتحصلوا عليه بحال قطعتوه بالموس، ماشي مطحون بزاف. هذه هي الفكره، لان فاش كيكونوا مع جذوره كنضطروا نزيدوا نطحنوا، وكذلك الوراق تيطحنوا لينا بزاف وتيدقدقوا بزاف. كنتمنى فعلا الفكره تفيدكم. غادي نحيدو ونحتفظ به. بالنسبه للربيع الا بغيتو تحصلوا به بهذه الطريقه يبقى معكم خضر بهذا الشكل هذا، شنو غديروا؟ غتغسلوه وتخليوه ينشف، يعني تعطيوه وقته شويه ينشف مزيان. ماشي واخا يبقى فيه واحد شويه غير ما يكونش فيه الماء، يعني الا كان فيه الماء بقى فيه الماء كثير راه كيكحل لكم فاش كطحنوه وما كيطولش معكم بهذا اللون هذا. كنتمنى فعلا هذه الفكره تفيدكم. دابا غادي ندوز باش انني نطحن معكم هاد الجذوره ديال الربيع. وديجا راه عطيتكم بزاف ديال الطرق للاحتفاظ بالربيع، وكذلك كيفاش تجفوه يبقى معكم على طول السنه. مرحبا بكم في القناه، راه افكار مليئه بالافكار ومليئه بالحيل. دابا غادي ندوز نطحن هاد الجذوره هادو شويه كياخذوا بحال قلتي جوج طحنات مثلا ولا ثلاثه اللي غندير لهم، لانهم كيكونوا شويه هما يعني طوال وتياخذوا الوقت. ولكن هنا راه طحنتهم انا بزاف، ما طحنوهمش نتوما بحالي. بالنسبه للطريقه هذه احسن كتبغى هنا الا بغيتو ديروا شي شرموله ولا شي حاجه كتحتاجوا هنا ربيع يكون مطحون مزيان. هذه فكره عمليه. الا كنتو باغيين ربيع بهذا الشكل هذا طحنوه بوحدو، الا كنتو باغيينه بحال مقطع ديروا ليه ديك الفكره اللي قلت لكم في الاول. صافي وكتحتفظوا به بصحتكم وراحتكم. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سهله، وكنتمنى هاد الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلبكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل ولو فكره وحده انها نالت الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف على المشاهده. ما تنساونيش بلايك، تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش فائده تعم. منتظروا الجديد ديالي، والى حصه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.